كي تقلب بهم الوضع الى الساعه مش مستعدين يستلموا الحكم. واذا كانت تقلب تجي انتخابات ضدهم يولي نظام عسكري، انا ناكد لك. وباش نمشي الجزائر باش نسق العمليه دي، كان ياخذوا النهضه الحكم يولي نظام عسكري. وباش نمشي الجزائر باش نسق العمليه دي، كان ياخذوا النهضه الحكم يولي نظام عسكري. وباش نمشي الجزائر باش نسق العمليه دي، كان ياخذوا النهضه الحكم يولي نظام عسكري. بحيث يحكموا توا اللي قالها شو اسمه في مجلس تاسيس شو اسمه في مجلس حمايه الثوره تصلح سياسي. قال حكم الظل هي كمال طيبه. مع الجروب تاعو في الحديد مش مستعدين يخدموا تو محضرين مثلا ببلاغ اني محضرين 37 كارت في التجربه الجمهوريه ومحضرين برشا فلوس. كيف تشري الاصوات؟ هذا النظام القديم وارد جدا باش يرجع بس 90%. اليوم يجب على كل مواطن يقول اليوم يجب حل المشكل. المشكل في حله أنه وزارة الداخلية فيها سيركوي إرهابي يجب تحييدها بتطبيق فقط قانون طوارئ. ما تقدين شيء. قانون طوارئ ينص على أن الأمن الأجهزة الأمنية تكون تحت سيطرة الجيش الوطني في حالة قانون طوارئ. هذا طبقوه اليوم مش غدوة. اليوم وما نرجعوش لديارنا نقعدوا في الشارع إلى أن يتم ذلك، لأنه وزارة الداخلية فيها سيركوي، فيها شبكات إرهابية يديرها راشد الغنوشي، وأقولها على مسؤوليتي. واضح. شكرا لك سيد طاهر بن حسين. طيب الله أوقاتكم.